لو انت من سكان الخرطوم او عندك زول مدفون في احدى مقابر العاصمة، الفيديو ده اكيد بيهمك. قال جل شانه تعاظم سلطانه، بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صدق الله العظيم. الآية الكريمة بتخبر عما ينتظرنا وما حقيقة نحن بنقوم به الآن. التراب في خشمكم مثل سوداني قديم بيعني إنكم إلى زوال، وبتبقى الأخلاق وما فعلتم سيفعل بكم. الصورة اللي وقفتنا في المكان ده من العاصمة صورة مخلة وما بتراعي إنسانيتنا. في شارعنا العام بقت في عادة كعبة جدا من ضمن عاداتنا الكعبة الماشية تزيد. آخرها إننا بقينا نرمي بلاوينا وساختنا زبالتنا وحتى ذاتنا على أحباب وأقارب غابوا عننا إلى الأبد. في مكان ما شاهدنا مفارقتين عجيبات شوية، ناس تلعب متنافسة على النتيجة النهائية، وناس في دكة المشاهدة في صمت تام بيشاهدوا عدم احترامنا ليهم ونحن ناسين عدم قدرتهم على الصراخ. علينا أن نحترم الغياب كما نحترم الحضور، وإلا نكون ناس التراب في خشمهم. سودان بايفون ذاكرة بسيطة ومباشرة لما نحن عليه من سودان لاي اوت.